صاحبة القلب الحلو، يلي بتسمعيني دلوقتي يمكن وانت في المطبخ أو راجعة من الشغل أو قافلة باب أوضتك على نفسك بتدوري على كلمة تشجعك. أنا هنا علشان أقولك إن آخر شهور السنة مش نهاية، بالعكس، دي بداية صغيرة تقدري تعملي منها خطوة تمشيكي في طريق جديد من غير ما تحسي إنك ضغطتي على نفسك أو دخلتي سباق. يمكن عدى عليكي شهور صعبة، يمكن اتأذيتي، يمكن حلم وقع من إيدك، يمكن علاقتك بحد كانت عاملالك أمل واتكسرت، أو يمكن ببساطة حسيتي إنك واقفة مكانك. بس ركزي معايا، إحنا النهاردة مش هنبص على اللي فات، إحنا هنبص على اللي جاي، وهنعمل 3 خطوات لو التزمت بيهم حياتك هتبدأ تتغير واحدة واحدة. الخطوة الأولى، خطوة الصدق مع النفس. قبل أي حركة، قبل أي قرار، لازم تقعدي مع نفسك قعدة صدق بجد. مش صدق اللي هو أنا تمام كله كويس، لأ، صدق الست اللي عايزة تتغير. اقعدي في مكان هادي واقفلي باب اوضتك واعملي حاجة بسيطة. اسألي نفسك، أنا زعلانة من إيه؟ إيه أكتر حاجة وجعاني؟ وإيه الحاجة اللي من جوايا نفسي أبدأها ومش قادرة؟ ركزي في الإجابات اللي هتطلع جواكي. لو لقيتي نفسك بتعيطي، ده مش ضعف، ده خروج تعب كان متخزن. ولو لقيتي نفسك ساكتة ومفيش إجابة، ده معناه إنك محتاجة يومين 3 تهدي دماغك وتسمحي لنفسك تفكر براحتها. الصدق مع النفس بيخلي الطريق واضح، لأن أول ما تعترفي بالمشكلة هتلاقي الحل قدامك مش لوحده. الخطوة التانية خطوة صغيرة كل يوم. أنا عارف إن كلمة ابدأي ساعات بتخوف، ساعات بتحسي إنك مش قادرة، وإن الخطوات الكبيرة بتحتاج طاقة مش عندك. عشان كده أنا مش هطلب منك تعملي حاجة كبيرة، ولا هقولك غيري حياتك كلها. أنا هطلب منك خطوة صغيرة بس كل يوم. مثال: اكتبي جملة واحدة في دفتر، اقري صفحة من كتاب، امشي 10 دقايق، اعملي تمرين تنفس لمدة 2 دقايق، شيلي حاجة في أوضتك ورتبيها. حاجات صغيرة بس مع الوقت بتعمل تأثير كبير. عارفة ليه؟ علشان التغيير الحقيقي مش بيجي من الخطوات الضخمة، بيجي من تكرار حاجة بسيطة بشكل منتظم. عايزك تقولي لنفسك كل يوم قبل ما تنامي: أنا عملت خطوة النهاردة، حتى لو صغيرة، بس أنا لسه مكملها. ده إحساس بيدي طاقة وبيرجع ثقتك بنفسك وبيفك الجمود اللي واقف بينك وبين الحياة اللي نفسك فيها. الخطوة التالتة، اعرفي مين يستحق يكمل معاكي. أحيانا أكبر سبب بيعطل حياتنا مش الظروف ولا التعب، أحيانا السبب بيكون الناس اللي حوالينا. في ناس بتسحب طاقتك من غير ما يقصدوا، وفي ناس بتكسرك بكلمة، وفي ناس بتقلل منك أو بتستهين بأحلامك. هنا جاي دور الخطوة التالتة، فلترة العلاقات. اقعدي مع نفسك وقولي: مين الشخص اللي وجوده بيطمني؟ ومين الشخص اللي كل ما اسمع صوته بحس بتوتر؟ مين اللي بيشجعني ومين اللي بيكسرني؟ مش لازم تقطعي حد، لكن رتبي المسافات. قربي من اللي بيدعمك وبعدي مسافة محترمة عن اللي بياخد من روحك أكتر ما بيدي. لأنك طول ما أنت محاطة بأصوات غلط، عمرك ما هتسمعي صوت نفسك الحقيقي. وصوتك الحقيقي هو اللي هيقولك أنت تستاهلي أكتر من كده، وأنت قادرة، وأنت ماشية في الطريق الصح. ومين قال إن التغيير لازم يكون مؤلم؟ أنت ممكن تبدأي بهدوء، من غير قرارات فجأة، من غير إعلان للعالم، من غير ما تدخلي سباق مع حد. إحنا مش بنحارب، إحنا بنهدي وبنبني وبنرجع روحنا واحدة واحدة. السنة هتخلص بعد كام يوم، بس مش مهم كام يوم فاضلين، المهم أنت هتعملي فيهم خطوة ولا لأ. لو عملتي الخطوات ال3 دول، الصدق وخطوة صغيرة وترتبي علاقاتك، صدقيني هتحسي إن في باب صغير اتفتح جواكي، باب بيقولك إنك تستاهلي حياة أهدى، نفس مطمنة، وطريق تناسب طاقتك. وفي النهاية، أنا مش بكلمك كصوت في بودكاست، أنا بكلمك كحد شايف إن جواكي قوة يمكن أنتي نفسك نسيتيها. ابدأي من النهاردة، ولو حتى خطوة واحدة. السنة مش هتعدي عليكي زي ما هي، لأ، هتعدي وانتي عاملة تغيير حتى لو بسيط، لكنه حقيقي. وأهلا بيكي في مكانة عمل علشان يكون سند ليكي. أهلا بيكي في شفاء النفس.